السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة الأزرق سبورت، قناتكم لكل ما هو جديد في عالم كرة القدم. لا تنسوا الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو سنقدم لكم ترتيب مجموعات المنتخب السوري للناشئين بعد نهاية المباراة التي جمعته اليوم ضد المنتخب الإيراني، وفوز إيران على المنتخب السوري بنتيجة هدف مقابل لا شيء. وأيضا بعد فوز المنتخب كوريا الشمالية على المنتخب الأردني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. منتخب كوريا المتصدر لهذه المجموعة برصيد 12 نقطة ومتأهل رسميا إلى كأس آسيا. يليه في المركز الثاني منتخب إيران ولديه 6 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب سوريا برصيد 3 نقاط. وأيضا في المركز الرابع منتخب هونغ كونغ لديه 3 نقاط. يليه في المركز الأخير المنتخب الأردني ولديه 0 نقطة. المتأهلين هو كوريا الشمالية رسميا. نظام البطولة يتأهل صاحب المركز الأول بالإضافة إلى 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني. وأما بخصوص المنتخب السوري، مباراته القادمة ضد منتخب هونغ كونغ ستكون يوم الأحد الموافق 27 من شهر أكتوبر 2024 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت سوريا وبتوقيت مكة المكرمة. هذه المباراة ستكون عبارة عن مباراة تحصيل حاصل فقط، يعني نسبة كبيرة جدا، نقول يعني 99% المنتخب السوري غادر تصفيات آسيا، ولكن إن شاء الله بالتوفيق له في أقدام البطولات والتصفيات. وبهذا نكون قد قدمنا لكم كل ما تحتاجون معرفته عن المنتخب السوري. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ونتمنى التوفيق للمنتخب السوري. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. شاركونا رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات. شكرا لمتابعتكم ونراكم في الفيديوهات القادمة على قناة الأزرق سبورت.